فيها عمل انت بتعمله خالص لوجه الله عز وجل، هو سبب دخولك الجنة. لأنه طبعا 100% انه لن يدخل الجنة احد بعمل الا برحمة الله عز وجل، بس في سبب دخول. انت يعني عملت هيك فربنا رحمك. الله يطلع على القلوب النظيفة، القلوب الطاهرة، القلوب الصادقة المخلصة. الله عز وجل ييسر امورك. فانت خلي قلبك صافي، خلي قلبك طاهر، تحطش بقلبك حقد ولا لفلان، مين ما يكون بينك وبين ربنا عز وجل. حتى لو فلان اخطأ معك بحقك، كم اخطأ بحقك، في يوم يا هو بقول لك بيعترف وبقول سامحني، يا بتاخذ حقك عند ربنا عز وجل ونيالك ساعتها اجرك عظيم عند ربنا عز وجل. كن مظلوم ولا تكون ظالم. هيك يا اخواننا، في انسان مرات يقعد مع نفسه ويعمل البرنامج. يعني مثلا في قضيه الافكار الصباح والمساء اللي بتشوف احنا بنستهين فيها يا اخواننا. انتوا بتعرفوا قديش هاي تحصيل محصل الانسان؟ بيحصل الانسان نفسه وجسمه واهله وماله وعمله. انت بس تقرأي هذول بعد صلاة الصبح 5 دقايق، اقرأي 5 دقايق: اصبحنا واصبح الملك لله والحمد لله لا شريك له لا اله الا هو الانشور اصبحنا على فطرة الاسلام، وهكذا حتى النهاية. يعني 5 دقائق بكون مخلص. والحمد لله احنا تعودنا يا اخواني يوميا مع بعض بعد ما نروح. هي عشان نشجع انفسنا. كل واحد الاصل يقرأ بعد صلاة الفجر مباشرة، وبعد صلاة العصر اقرأ أذكار المساء. هذول كنز والله كنز. تحصل الإنسان ماله، تحصل الإنسان نفسه، أهله، أولاده، أبدا. بعدين أجر عظيم عند الله عز وجل، كله ذكر لله تعالى. لا يدريك، بتعرف سبحان الله، بس تقول لا إله إلا الله قديش لك أجر، بس تقول سبحان الله قديش لك أجر. تعرف يوم القيامة بكون في ناس بيكون حسنات وسيئات قد بعض بالضبط، يعني ولا حسنة أكثر ولا سيئة أكثر. هذول أصحاب الأعراف، هذول بين الجنة وبين النار. بعد ذلك الله عز وجل يغفر لهم ويدخلون الجنة. ولكن شوف سبحان الله، بالضبط قد بعض. لو أنت أخرى مرة، بس أخرى مرة قلت سبحان الله خلص. الإنسان ما يستاهلش، ما يقولش قلت كثير، عملت كثير، صدقت كثير، صليت كثير، لا صرت لا غشك. يعني لو أجع بالك مثلا صح احنا بنصوم رمضان الحمد لله فرض علينا، ولكن